السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل غدوة حلوة جدا من حاجات بقت عندك حتة اللحمة فواتين، حتتين فراخ، هتعملي أحلى غدوة بيها النهاردة. أوريكم الطريقة. هنا هنجيب حلة على النار، نقطع فيها قطع عادية كده صغيرة. لو مش متاح اللي هي ممكن تحطي سمنة عادي خالص أو سمنة على زيت، ونسيب اللي هي لحد ما تسيح معانا كده. نكون مقطعين بصل شرايح ودعكينه بملح وفلفل أسمر ورشة جوز الطيب، ونقلب فيه كده لحد ما يدبل معانا. كتري بقى في البصل، في كميه البصل زي ما انت عايزه. يعني دول كانوا حتتين لحمه مسلوقين عندي فايتين، قلت اعمل بيهم غدوه. حاجه حلوه جدا والاطفال حبوها جدا، وبتعمل احلى سندوتشات زي الشاورما بالظبط، كانك بتعملي شاورما. بس دي حاجه فايته عندك وتعملي بيها غدوه جديده. يا ريت متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. متنسوش بتعليقاتكم. هنا بعد ما قطعتها قطع صغيره كده والبصل كان دبل شويه، نزلت بيه بقى باللحمه على البصل، ونقلب ونسيبه بقى لحد ما البصل يدبل معانا خالص ويستوى كده مع اللحمة ويبقى دايب كده معاه. هنرش رشة ملح ورشة فلفل اسود ورشة بهارات لحمة، ونقلبهم بقى ونغطي عليهم ونوطي عليهم النار خالص. نخلي النار هادية خالص، شمعة كده بسيطة كده، حاجة بسيطة خالص لحد ما البصل يدبل معانا. شايفين بقى لون البصل اتغير معانا ازاي ودبل ازاي. هنا بقى حمرت كام بطاطساية معايا، ده بطاطس حتى من اللي بتحمر والاولاد ما بيرضوش ياكلوها، فاستغلتها برضو في الوصفة دي. طعمها حلو جدا مع اللحمة، بتشرب بقى من طعم اللحمة. هنا بتحطيها وتقلبي وتطفي النار، ما بتكونش بقى مشغله النار ولا اي حاجه. هنا طبعا معانا عيش سوري بقى، انا هحط لكم الرابط بتاعه ورابط الليمون. طعمها حلو جدا، جربوها مش هتندموا. تشتركوا، لايك والاشتراك في القناه وتفعيل